بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي على قناتي. أتمنى أنه الفيديو تاعي يلقاكم وانتم بخير وفي أحسن الأحوال. إذا في الفيديو تاع نهار اليوم رايحة نشارك معكم المشوك بذوق الجلجلان، يجي بزاف بنين. إذا أخواتي، إذا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة ما تنساوش تشتركوا بيوصلكم دائما كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لي على هذيك الجام وفرجة ممتعة للجميع. إذا أولا نبداو بالمكونات. راح نحتاجو فارينة، نص كاس تاع سكر ناعم، نص كاس تاع جلجلان محمص ومرحي، ونص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، زوج صفار تاع بيض، قرصة تاع ملح، وكيس تاع خميرة تاع الحلويات، و250 غرام مارغرين. إذا في ريسيبيون ندير هذيك 250 غرام تاع مارغرين، ونزيد معاها نص كاس تاع سكر ناعم، نزيد معاهم لافاني، ونخلط بالباتور. نخلط هذيك المارغرين والسكر. اول حاجه انا هنا راح نستعمل الباتور. نتوما اذا ما كانش عندكم باتور تقدروا تستعملوا لافوي، لكن بالباتور احسن، راح يجيكم الكاطو بزاف خفيف. وهنا خياتي بعد ما خلطت هذيك المارغرين والسكر نضيف زوج صفار تاع بيض. نديرو غير الصفار، البياض ما نديروهش، نخليوه من بعد رايحين نحتاجوه. وفي المشوك ما نديروش بياض البيض لانه ما راحش يجينا خفيف وما راحش رايح يتعسل لنا، كنديروا له الحسيله. بعد ما خلطت هذاك الصفار نضيف هنا نص كاس تاع جلجلان محمص ومرحي، ونزيد نضيف نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، ونكمل نخلط بلافوي. هنا رايحين نستغناو على الباتور، نخلطو غير بلافوي. والجلجلان راح يمدلنا ذوق مميز. المشوك تاعنا راح تجي فيه واحد البنه بزاف هايله. اذا بلافوي نخلط. بعدها نبدا نضيف الفارينه. انا هنا الفارينه راح نبدا نضيف بشويه، من بعد راح نقول لكم شحال دات معايا. كنت جبت زوج كيسان تاع فارينه. هنا راني ضفت الكاس الاول ونخلط. هنا كنت نخلط بلافوين بعد ما ساعدتنيش، اذا كملت لميت العجينه بيدي. بعدها نجيب ثاني الكاس الثاني ونبدا نضيف فيه تدريجيا، نقسمه على زوج. نضيف النصف الاول، بعدها باش نزيد، باش العجينه تاعنا تكون طريه. هنا ضفت كيس تاع خميره تاع الحلويات، الوزن تاعو 10 غرام، ونبدا نلم في العجينه تاعي. العجينه تاعنا نخليوها طريه باش يجي الكاطو تاعنا خفيف. من بعد جبت الكاس الثالث وبديت نضيف فيه بشويه. اذا كنت درت هذوك الزوج كيسان تاع فارينه تاع 220 مليلتر، بعدها زدت جبت الكاس الثالث وبديت نضيف تدريجيا حتى لميت العجينه تاعي. كما راكم تشوفوا تحصلت على عجينه طريه، وهذه هي الفارينه اللي كانت بقات لي من الكاس الثالث. نتوما تقدر تدي معاكم اقل وتقدر تدي معاكم اكثر. دائما نقول لكم هذا يعتمد على حساب النوعيه الفارينه اللي تستعملوها، باسكو كاين فارينه اللي تشرب وكاين اللي لا. بعد ما كملت لميت العجينه، هنا راح نبدا نشكل العجينه تاعي على شكل كرات صغار، يكون الوزن تاعهم 30 غرام. بالنسبه لهذه العجينه راح ندير لكم وحده 29 حبه 30 حبه. بهذه الطريقه نكمل نشكلهم كامل. دائما الوزن يكون 30 غرام. انا جربت بزاف وصفات تاع مشوك، لكن نحب هذه الوصفه اللي ندير فيها الجلجلان كي يكون محمص ومرحي، لانه راح يمدلنا ذوق بزاف هايل المشوك تاعنا، راح تجي فيه بنه مميزه. فوالا هكا البنات حتى نكمل نشكلهم كامل.
وهنا اخواتي بعد ما كملت شكلتهم تحصلت على 29 حبة كما راكم تشوفوا. نحطهم بجهة ونجيب البياض تاع البيض اللي كنت خليته، كنت درت الصفار في العجينة والبياض نخليوه. وجبت هنايا كاوكاو يكون مطحون، لكن ما يكونش مطحون بزاف، يعني يكون خشين شوية. ندير الكرة تاع العجينة في البياض تاع البيض، بعدها نرفدها ونرمدها في هذاك الكاوكاو. بعدها نجيب لي كيسات ونحط المشوك تاعي في الكيسات. نزيد ندير حبة ثانية معاكم، نديروها في البياض تاع البيض، بعدها مباشرة نديروها في الكاوكاو. شوفوا هذا العجينة كنت قلت لكم دير 29 حبة 30 حبة، لكن اللي حبت كمية كبر وكثر تقدر تضاعف المقادير. نعاود واش كنا درنا في العجينة. كنا درنا 3 كيسان تاع فارينة، كنا نقصنا من كاس ثالث غير شوية، و250 غرام تاع مارغرين، نص كاس تاع السكر ناعم، نص كاس تاع جلجلان محمص ومرحي، نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي، كيس تاع خميرة تاع الحلويات الوزن تاعو 10 غرام، ولافاني، وزوج صفار بيض. كما كنت قلت لكم البياض ما نديروهش، ما راهش رايح يخلي المشوك تاعنا يجينا خفيف، وكي نديروا له الحسيله ما راهش رايح يتعسل مليح. والكاوكاو اللي ترمدوا فيه الحبه تاع المشوك تاعكم كي ترحوه ما ترحوهش بزاف، يعني خليوه خشين. هنا انا راح بعد ما يطيبوا كامل راح نزينه بحبات تاع كرز، لكن اللي حب يزينه بالكاوكاو ولا لوز في هذا المرحله بعد ما ترمدوه في الكاوكاو ارشقوا فيه من الفوق حبه تاع كاوكاو ولا حبه تاع لوز. هنا اخواتي بعد ما كملتو كامل درتو في كيسات، نديرو يطيب على 160 درجه، نشعلو من تحت. كي يطيب من تحت نشوف صفارو اللي نشوف الجوانب اصفارو، نشعلو من الفوق باه يتحمر، ما نطولوش عليه بزاف. وهنا بعد ما خرجته مباشره من الفرن راح نعسلو بالحسيله. شوفوا الحسيله تاعكم لازم تكون خفيفه، ما لازمش تكون ثقيله، ولا تقدروا تخفوها بالمزهر. نعسلوه وهو سخون، لازم المشوك تاعنا يكون سخون والحسيله تكون بارده وما تكونش ثقيله، لازم تكون خفيفه، باسكو اذا كانت ثقيله المشوك تاعكم ما راهوش رايح يتشرب هذيك الحسيله. في كل حبة تاع مشوك نديرو ملعقة كبيرة تاع حسيلة. هنا البنات بعد ما كملت عسلته كامل وخليت له الوقت باش يتشرب هذيك الحسيلة، نجيب هنايا لي كيسات. انا راح نبدل له هذوك لي كيسات. فوالا نرفد كل حبه نبدل لها لي كيسات تاعها بهذه الطريقه حتى نكملهم كامل. وهنا البنات بعد ما نديرهم في لي كيسات راح نديرهم هذوك الحبات تاع الكرز من الفوق. شوفوا نتوما اذا حبيتوا تزينوهم كيما درت لهم انا، واذا ما حبيتوش ديروا لهم الكرز ولا ما كاش متوفر عندكم، قبل ما تدخلوهم يطيبوا اشقوا فيهم حبه تاع كاوكاو ولا حبه تاع لوز. وبهذه البنات انا نكملهم كامل، بعدها نعاود نولو باش نشوفوا المشوك تاعنا في طاولة التقديم. وفي الاخير البنات وصفة تاع نهار اليوم راهي حاضرة معايا كما راكم تشوفوا.
راح نقسم معاكم حبه باه تشوفوا كيفاش جا طري، وصدقوني البنه تاعو يعني ولا اروع. هذاك الجلجلان اللي كنا درناه يمد المشوك تاعنا ذوق بزاف هايل. اذا اخواتي بهذه نكون لحقنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على هذيك الجام وتخليوا لي تعليقاتكم، ونلتقي في فيديو اخر مع وصفات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.